السلام عليكم. إحنا كبشر بنحب الراحة، بنحب نحس بالأمان وكل حاجة حوالينا تكون متوقعة ومضمونة بس عمرك فكرت إن الراحة اللي بنحبها دي ممكن تكون أكبر عدو لأحلامنا؟ في الفيديو ده هنتكلم عن منطقة الراحة اللي بنخاف نخرج منها وإزاي ممكن تكون هي السبب اللي موقف حياتنا كلها. يعني إيه منطقة الراحة؟ منطقة الراحة هي المكان اللي كل حاجة فيه مريحة ومألوفة، وظيفتك، حياتك اليومية، الناس اللي حواليك، كله شكله أمان ومفيش مخاطر. بس المشكلة إن منطقة الراحة مش دايما حاجة إيجابية. لما تفضل فيها لفترة طويلة حياتك بتبقى زي الفيلم الممل، نفس الأحداث نفس التفاصيل ونفس النتائج. ليه الراحة بتوقف نجاحك؟ بتمنعك من التطور. كل ما تعيش في مكان مريح كل ما فرصتك في النمو بتقل. النجاح بيجي لما تواجه تحديات، والراحة ما بتخلقش تحديات. الخوف من المخاطر، لما تتعود على الراحة بتخاف تخسرها، فتلاقي نفسك بتقول مش عايز أجرب حاجة جديدة عشان ممكن أفشل. بس الحقيقة إن الفشل جزء من طريق للنجاح. الاعتماد على الروتين ممكن يكون مريح لكن مش بيضيف أي جديد. لو عملت نفس الحاجات كل يوم هتفضل في نفس المكان. ليه بنخاف نخرج من الراحة؟ رقم واحد، الخوف من المجهول. احنا بنخاف من اللي مش عارفينه، بنقول لنفسنا طب ما انا كويس ليه اخاطر. رقم اتنين، الخوف من رأي الناس. كتير مننا بيخافوا يعملوا حاجة مختلفة عشان ما يبقوش موضع انتقاد. بس تفتكر مين اللي عايش حياتك، انت ولا الناس؟ ازاي تخرج من منطقة الراحة؟ رقم واحد، ابدأ صغير، مش لازم تعمل تغير كبير مرة واحدة. جرب حاجة بسيطة زي تعلم مهارة جديدة أو حتى تغيير طريقتك للشغل. رقم اتنين، واجه مخاوفك تدريجيا. اكتب أكبر مخاوف عندك وابدأ تحطها تحت الاختبار. مرة في مرة هتلاقي نفسك بتقدر تتعامل معاها. رقم تلاتة، احتفل بالخطوات الصغيرة. كل خطوة صغيرة بتخرجك من الراحة هي إنجاز. ما تستقلش بيها واحتفل بيها. تخيل المستقبل، فكر في حياتك هتبقى عاملة ازاي لو فضلت في نفس المكان، وهل ده اللي انت عايزه فعلا؟ في ناس كتير كانوا زيك خايفين يغامروا، وده مثال بسيط ليهم. ستيف جوبز ساب الكلية عشان يركز على حلمه وابتكر شركة غيرت العالم. في النهاية الراحة مغرية لكن حياتك الحقيقية بتبتدي براها. كل خطوة جديدة، كل تحدي بتقابله هو اللي هيقربك من اللي بتحلم بيه. فكر في ده، هتفضل في مكانك وتستنى الحلم يجي لوحده ولا هتتحرك وتغامر عشان تحققه؟ لو الفيديو ألهمك شاركه مع حد محتاج يسمع الرسالة دي، واستنونا في الفيديو الجاي. سلام. شكرا على المتابعة.